شلونكم متابعيني؟ والله لا صايرة ولا دايرة. بتقضيني نونة. نونة تريد الكاميرا. نونة هاتي الكاميرا. صباح الخير. هاي تحاسبنا الصغيرة، يعني ليش هي متصور؟ تحبين كاميرا؟ ما اقدر ابوسها، هاي مال الشوارع ما نقدر نبوسها. اليوم الفيديو طبعا برعاية سلسولة. هاي سلسولة صديقة حموتشي، كلش متعلق بيها، هي كلش أليفة. هسه لو سمعون قراقير اللي تسويها هو البزون هيجي من يقرقر. اخ الله. يلا كافي، خلينا نحكي. متابعينا شلونكم عيني؟ لايك واشتراك وتفعيل الجرس يلا على السريع. اليوم راح افتح وياكم التعليقات اللي على اليوتيوب، اللي هي دائما حلوة، لسانكم الطيب واخلاقكم الحلوة الراقية. ما نحكي اليوم، ما نحكي يعني انتو الانسان من يمر بحالة حزن لا ارادي يقوم يدور على فد ملفة يطلعه من اللي هو بيه، من قهرته، من حزنه، لان الحزن ثقيل ثقيل ما يخلي. لان الحزن ثقيل ما ينحمل، والله ما ينحمل يعني، والله فدواته يعني ما صبي. اكو هواية امور، هواية يعني احاديث ما شجعوا على الحزن ولا هاي. احنا بس جماعتنا المهم اكو لطم ودق ولطم هاي الامور. كل اللي يصير هو بامر الله، كل اللي يصير هو يعني امتحان على اسباب، على هواية سوالف. بس احنا تبقى علينا النفسية، تبقى علينا القوة الشخصية اللي انت شو تحب تبكي العمر كليته، هاي جدتك. يلا اقول وياكم بالتعليقات اللي كانت على اخر فيديو. اسم الفيديو مقلوبة سهلة وسريعة. اوكي. ما راح امشي بالتسلسل لانه ما ادري ياهو اول واحد. عندنا نور احمد، اعتقد هاي قرايبي. عاشت ايدك، الله ينطيك العافية، الصحة والعافية. شكرا، تسلمي لي حياتي وايدك، وشكرا لمجرد مرور طيب وحلو وبدعاء، يعني عايشين بعد. زين. متألقة دائما عزيزتي بان. الاسم سيف حسين. كل الهلا، شكرا جزيلا، الشرف. الاسم الثاني من بين بس رموز. ألف عافية على قلبكم المقلوبة، عاشت ايدك والله. هي عبالكم فضت، عبالكم سلسولة عافتني بحالي، ما تعرفني بحالي سلسولة. زين. شكرا حياتي. اي المقلوبة بس الاولاد ما يحبوها وزوجها يحبها. طبعا صدق، يعني شنو واحد يوم يسوي فلان الاب اكله والطفل اكله والبنية اكله، الطفل قصدي الولد والمدري منه اكله، وشنو هو جدر واحد ينحط على الطبخ والكل تاكل. شهلنا ترى يعني ازعاج، تعاركوا يعني واحدة منهم تقعد بحضني. المهم، فيعني ترى هو رزق شنو هو طبخ وهل موجود، اكلوا الف عافيه. ايش هالبطر والله. واحدهم اذا يريد هو يطبخ يعني مثلا هسه خلي وحده من البنات تقوم تطبخ، الام ما تحب اكله والاب يحب اكله، راح يتحملون؟ لا، هاي بس الام والاب يتحملون هاي السوالف، ومو كل ام واب هم امانه، ولا كل ام واب يسمون ام واب. تربيه. هنا تقول صباح الخير والعافية وراحة البال وحسن العاقبة، الله آمين، والرزق الحلال بحق محمد وآل محمد، صلوا على النبي. نرتب البيت ايش قد نرتب ونعدل، يعني نحسب ساعة ويرجع نفس الشيء. الله يحفظهم ويخليهم. شو اسوي؟ الجنة تحت أقدامنا إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. هي الأمومة أبدا مو سهلة ولا هينة، ولا يعني كل واحد يتحملها ولا كل واحد يدبرها. وش قد ما تريدين تكونين مثالية ماكو، لا تدورون على مثالية. كل من يعيش أيامه، بس شنو هي بعد واحد وياها وبالأخير تشوفون أكو أشياء تنازلتوا عنها، أكو أشياء ما ردتوها أو ما سويتوها. الخاطر مثلا هيجي موقف لا يصير ورا عبتي أو قصرتي أو سويتي، لا، أكو شارع يحكم، أكو جينات. أنا قايلتها هاي هواية،
واكو هو الشخص بعد هو واختياره لمرحلة ما، بس هي تبقى انتي ايش قد ما تسوين ايش قد ما هذه هم يرجعون على البذرة الصحيحة. يعني ايش قد ما الاطفال يردون يخربطون ويبهذلون حتى بالبيت، حتى كتنظيف وترتيب، تشوفين هذا يشمر هذا ينزع هذا يوسخ هاي ما ادري شنو هاي، بالاخير خلي شويه يكبرون يصير عندهم وعي وعقل، لا تشوفين هم مبطلين هاي الامور ويدورون اللي انت كنتي تدوريه بصغرهم. فهي من الله، اجري واجرك على الله وما ضايع شيء الحمد لله والشكر. بس لا تكبرون العوائل، يعني الاطفال خلوهم على القد، على قد صحتك، على قد امكانيتك، امكانيات الاب، امكانياتكم، طاقتكم التحمليه. يعني مو مثلا الاب ما يحب صوت وما يحب البكي وما يحب يعاون، وانت تجيبي له فد 4 5 6 وتكترفين بها وهو يظل طاير عايش حياته ما يدري شكو ماكو، يا دكتور يا مدرسة يا مصرف يا مدري منو، ويمه روح ولا. ناخذ التعليق الثاني، لا يعني ما اعرف وين وصلنا صراحة بعد سلسلة ماكو شي. هلا أمنية هلا، هسه صباحا دا أشاهد الفيديو لأن أنام من وقت وأقعد على مود نقعد مصحصحين. عشتي حياتي، ماكو أحلى من الصبح ولا بركة الصبح ولا ريحة اللي يعني تاخذين الجو والأجواء الصباحية، ماكو مثلها والله. يعني هو ربك قسم الأرزاق الصباحية. أنا هسه هاي طيوري حياتها قلب الدنيا تريد أكلها، وهاي بزازيني دايري وجهالي شي بالمدرسة شي بالدوام بالشغل، يعني في نفر نايم ماما همينة يعني وياها هيك وهيك. والله إذا تعليق المؤلم مرة خصتش سلسولة دا نحكي حبيبتي، والله انتظر فيديوهاتك وحاول اكون قوية. واتذكر اول فيديو الك بعد وفاة ابوكم الله يرحمه ويعوض شبابه بالجنة. ما اقدر انسى كلامك من قلتي بالقوة اقدر اسوي الغدا. هسه اني هيجي صرت هيك فعلا. قبل اشهر فقدت الله اكبر بنتي الوحيدة على غفلة وبدون مقدمات، عمرها 18 سنة طالبة السادس وحلمها صيدلة. فجأة ربي اختارها، يعني ماكو يعني فد اختبار. الله يعينك عليه، الله يعينك عليه ويصبرك ويقوي قلبك يا رب. بنتي صارت حلم وماضي. اعتذر منك بس ما اعرف ليش حسيت اني حابة احكي لك اعتذر منك بس ليش تعتذرين حياتي؟ ليش؟ اني وياكم منكم والكم، يعني اني قناتي وصفحاتي كلها للفائدة وياكم، يعني ما عندي ابدا لا احكي وفضفضي وطلع اللي بقلبك، واي شي تحتاجوه اني وياكم، اذا على الخاص اذا على العام باللي يعجبكم. يعني بالخاص اني هواية بنات يستعينون بامور التنظيم مال البيت او هيك الشي، مع العلم انا هسه ما الحق على بيتي بس يعني ويا البنات لا تمام، يعني اعطيهم تحفيزات وهالشي ويندلون دربهم الحمد لله. المهم نرجع على المسكينة، لأنه اسمك مثل اسمي، وبالأخير حبيت تدعي لي دعوة بظهر الغيب إني أقدر أتخطى ولو شلون أو شلون أتخطى إنه بنتي يمي تسولف وبلحظة خلاص تروح. الله أكبر جلدي. لا بهاي الفترة أنا كنت يعني عندي تسابيح هواية يعني أمشي، كنت أتمشى بالطرمة هواية أروح وأجي وقت الغروب، والدعاء ما ينقطع أكيد. النفس أخذ وأنطي بالنفس من غير بأنه أنا مدركة بأن أنا برعاية الله بكل الأحوال، ومدركة بأنه اللي راح مو مات وانتهى. يعني بيك وما بيك ابتعدي على صور البنية، لا يعني كل مرة تفتحيها وظلين تتفرجين وتتأذين. أكيد عندك بعد غير أطفال غيرها متأذين نفس أذيتك، فقوي نفسك على مودهم. ولو يعني أنت هسه ما راح يعني عادي استقبلي للحزن هسه، خلي ياخذ هيك يعني كل طاقة الحزن. ابكي اشبعي بكي بينك وبين الله، بينك وبين السجادة،
ولا تبينين نفسك مثلا مقهورة أو ضعيفة لأي بشر، وكوني أنتي مصدر القوة لباقي البيت. هذا أنا هيك كنت وما زلت، يعني حالة ضعفي وقهري وهاي بس أني وربي، شو عليهم الباقي؟ لا أحب أبينها كرياء، ولا أحب أبينها كإنسان ضعيف. إحنا كلنا لا حول ولا قوة، ماكو بينا واحد. والله يقويك ويرحم حالك يا حبيبتي انتي، والحمد لله. تذكري الرسول من فقد ولده، تذكري مصعب ابا عبد الله، تذكري هاي الامور. احنا نستمد قوتنا من عندهم يعني. واجرك على الله، اجرك على الله، ما يعني لا تجزعين، لا تجزعين ولا تستسلمين ابدا ابدا. ترى هي مقضيه، هيج ولا هيج مقضيه. فخلي يعني شلون نقضيها بوجه حسن، يعني بوجه ابيض مثل ما يقول. وتسلموني وعلقوا لي زياده، وهم راح انزل لكم بعد. واللي عنده مشكله هم بعيني اني وياكم، مو حلاله مشاكل، لا نسولف ونناقش بيها. وهسه هم مفتوح النقاش بالتعليقات على هذا الفيديو. اذا انا غلطانه احكوا شي عادي، احنا النقاش مفتوح والديمقراطيه موجوده. دمتم برعايه الله، الى اللقاء.